ازاي بقى فنزات ام زياد عاملين ايه؟ وحشنا. معلش بقى مكسوف عشان اول مره اطلع على الكاميرا، فجاي اساعدها بس كده هو في حاجات بسيطه كده. ربنا يقومنا بالسلامه يا رب. شجعوا بقى اخت ام زياد بلايكات، ادعوا لها بقى تقوم بالسلامه بقى يا حبايبنا. ادعوا لها كتير تقوم بالسلامه. ادعوا بقى لام زياد تقوم بالسلامه كده اهوت، وادعوا لها تكون ساعه سهله عليها. معلش بقى عشان مقصره مع ام زياد حبه بقى، انتوا عارفين بقى ظروف الحياه والمدارس والعيال ورمضان داخل والدنيا مأذنة شوية كده اهو، عشان كده مقصرة معاها مش باجي ازورها والكلام دوت. بصوا بقى يا اختي انت وهي او ام زياد، انا اكبر منها بسنتين، فقولوا الشبه فيه، يعني في شبه بيني وبينها ولا مفيش؟ انا اكبر منها بسنتين بس. وهي ام زياد يا جدعان طيبة جدا وهادية كده اهو وكيوت، بس انتوا بتعصبوها في الفيديوهات عشان كده هي بتتعصب عليكم. انا متابعة اختي في الدكة. مساء الخير، ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى روتين اختي شويه نعمل روتين قبل رمضان، بس طبعا انتوا عارفين انا تعبانه من الحمل وكده، فايه كلمت اختي دي تساعدني. هنمسك الاسطوانه نروقها مع بعضنا، هجيب لها اسداله اختي تروق معايا، اوكي؟ فاول حاجه هننفض الكنبه. اللايكات يا اختي انت وهي، وشجعوا بقى اختي باللايك، اول مره بقى تظهر معايا اختي توأمه اختي، فعاوزين لايكات كتير ليها كده اهوت تشجعوها. طبعا عشان الحمل تعبني وكده، فمش قادره اعمل روتين لوحدي، فتعبانه وكده، قلت اكلمها وتيجي تساعدني تشيل بقى معايا السجاجيد وتنضف وتشيل وتهبد وكده اهوت. اختي تعبانه والله، ادعوا لي، محتاجه حد يساعدني، محتاجه دعواتكم بقى ومحتاجه مساعدات كده. تيجوا تساعدوني في الشقه بعد رمضان داخل بقى، وعاوزين نغسل السجاجيد، وبصوا محتاجه حد يكون معايا. فقلت مين اقرب حد ليا؟ اختي، يعني لازم تيجي تساعدني. امال اختي على الورق وبس ولا ايه؟ فلازم تيجي كده تشمر بنطلونها وتلبس حزام وتنضف معايا ولا ايه؟ اللي هو اختي كده وخلاص كده، اخوات على الورق وبس. حطوا لها اللايك بقى وشجعوها يا جدعان. هنلبس بقى ببلاط اختي. ايه رايكم بقى في اختي؟ فيها شبه مني ولا لا؟ يا جدعان باللايكات، حطوا لنا لايكات كتير بقى عليها كده اهوت، وروح تسال عليا، تسال على ام زياد كده اهوت تودني. ما ينفعش كده اهوت، ولا بتيجي تسال عليا اختي ولا بتطمن عليا، شايفاني حامل بطن قدام الشبرين، ولا بتيجي تقول لي يا اختي اعمل لك حاجه، اطبخ لك طبخه، ولا اغسل لك غسلتين، ولا انضف لك الشقه. مش عارفه يا اختي، اخوات اخر زمن ده، مش المفروض تسال عليا تقول اطمن على اختي اللي شايله بيبي ببطنها وبتعمل اكل لشويه العيال اللي عندي، وتنضف لي الشقه وتغسل لي هدمتين يا اختي؟ صح ولا غلط؟ مش المفروض تيجي لنا كده هو تساعدنا على طول ولا ايه؟ مش عارفه في ايه اللي بيجرى الايام دي، اخوات اخر زمن. قلت لكم بقى تاني، واختي بقى كنست لي الحبه اللي هناك ديت، ربنا يبارك لها بقى في صحتها وعافيتها بقى يا جدعان. شكرا يا اختي على الكلام الجميل اللي انت قلتيه عليا، وربنا يخليكي ليا كده يا حبيبتي يا رب. تسلم ايدك على تنظيف الشقه. المره الجايه بقى عايزاكي اختي تعملي حله محشي حلو كده اهو، بتنجان وكوسه وفلفل وكرنب بقى كده اهوت، وتعملي لنا شويه فراخ بالملوخيه كده. اختي تسلمي، ربنا يخليكي ونورتيني يا حبيبتي. كل سنه وانتم طيبين بقى، وانتظروا لنا فيديوهات جديده باذن الله، وربنا يجعلني كده يكون بخير. صوت الشبشب يا جدعان، صوت حاجه. رمضان الجاي باذن الله يكون، رمضان اللي جاي دوت قريبا تكونوا كويسين وسعداء كده اهوت، ويجي علينا كده يكون وشه خير علينا كده اهوت، ويكون مليان بالبركه وبالخير ربنا كده اهوت. وانتظروا مننا، هنعمل لكم فيديو تنزيل بقى الشقه رمضان والبلكونه بقى الدنيا بقى نظبط كده اهوت. والحمد لله يا جدعان الدنيا تمام، عشان في ناس كتير بتقول ليه مش بشوف اهلي عندي في القناه، اهلي يعني كده اهوت. بابايا مش بيرضى يطلع، ساعات بينحرج شويه، بس لما رحت له المره اللي فاتت صورنا انا وهو، خدنا صورتين كده انا وهو، يعني قلت له يا بابا تعالى نصور كده، قال لي بس ما تنزلهاش، قلت له لا ننزلها. المهم يعني نهزر وخدنا صورتين انا وهو، وقلت له اطلع معايا مره، قال لي باذن الله، بس عشان كان تعبان اول يوم ده، كان عنده سكر وكانت رجليه ورمه قوي قوي، فقال لي باذن الله بس اكون كويس كده اهوت، يعني السكر يبقى كويس وكده يطلع معايا. واخويا التاني برده بينحرجوا يا جدعان، اول ما يشوف الكاميرا بيفكروني ان انا بصور، يعني مثلا لو دخلت الكاميرا في ايدي او يفكر ان انا بصوره او اخويا والكلام ده، بينحرجوا. وكويسين الحمد لله، عشان في ناس بتفكر ان انا مقاطعه اهلي، اللي انا مقاطعاهم وكده، لا انا الحمد لله يعني اختي متابعاني هنا جيهان، وليا اخت تانية بس ملهاش في اليوتيوب ولا الكلام ده خالص، هي عارفه ان انا بنزل. دي التالتة، كان لنا واحده تانية على ثلاثه تانية مش متابعه اليوتيوب ولا الكلام ده خالص، يعني مش من هوتها الكلام ده، مش الهوايه خالص. والتانية دي ليها شويه، حتى اختها بنتها بتمسك التليفون تقعد تصور حاجات. بنتها عندها بتاع 7 سنين، اسمها ليالي، بتمسك نفسها وتصور نفسها وهي بتمسح في الشقه، تقعد تقول انا همسح النهارده الصاله،
تقول لنا لايك يا اختي، وليلى بتقلدني بتقعد تصور تحت المايه، بتعمل حاجات كده من غير ما تاخد بالها. وابنها كمان اسمه مروان، فجان هتفرح بقى بالفيديو ده، هتشهيص كده اهو. يعني احنا الحمد لله، يعني احنا مع اهلي الحمد لله كويسين، مفيش يعني مفيش تقولوا مش طاش بيطلعوا معايا يبقى في خلاف، لا الحمد لله احنا اهلي كويسين معايا وانا كويسه معاهم. بس هم مش بيحبوا يطلعوا. بابايا هو عارف قناتي وعارف ان انا عندي قناه وكل حاجه، بس مش حابين، يعني بينكسفوا شويه، بينحرجوا. انا خدت صوره مع بابايا المره اللي فاتت هنزلها لكم باذن الله، بس مش اتريقوا عليه بقى، لانه كان هو صاحي من النوم وكان لسه مش عاوز يتصور، وانا عماله اقول له معلش يا بابا بس ناخد معاك صوره والكلام دوت. فقال لي ماشي. فانا صورنا انا وهو صوره، وصوره تانية انا وهو وجوزي، وصوره تانية كان انا وهو وزياد كده وشه طلع من ورا. فاحنا هناخد له واحده باذن الله نذبحها له ونوديها له تبقى عنده. وصورت كمان صوره جدي الله يرحمه وستي الله يرحمها، صور محمد صورها، هناخدها برضه نطبعها ونوديها له يعني ايه هديه. وطبعا يا جدعان نسينا في كل الرغي ده كله، واشتغلنا برمضان وبالروتين والكلام ده، ونسينا نقول لكل الامهات كل سنه وانت طيبه عشان عيد الام. وربنا يرحم اي ام متوفيه، اي واحده امتها متوفيه ربنا يرحمها يا رب ويصبرها. عيد الام ده بيجي عليا اصلا بكون زعلانه عشان مامتي متوفيه. ف اتمنى ليه فتح الكاميرا؟ ايوه واقفه انا اعمل ايه؟ يا جدعان كل ما اجي عيد الام بفتكر مامتي بقعد اعيط. واقف يا عم انت مش بحب اقعد قدام حد. معلش بقى يا جماعه قلبت لكم الفيديو نكد، عشان كل ما بيجي عيد ام افتكر والدتي الله يرحمها بعيط في العلم اللي هي متوفيه من صغيره، عندي في 7 سنين 6 سنين. فاي واحده بقى مامتها عايشه معاها يا جدعان، مامتها عايشه ليها نفس في الدنيا، تقعد جنبيها كده وتبقى حنينه عليها. بطلوا الغباء اللي فيكم، عشان في بنات بشوفها غبيه وصبيان. فخليكم حنينين كده مع امهاتكم. لو ست كبيره كده معديه ال 70 و 80 روحي خدميها كده وشيليها في عينك، نضفي لها وحميها وسرحي لها شعرها. خدي دعاها، خدي بركه دعاء. انا امي عايشه دلوقتي وانا في عز حمل دوت وفي عز عيالي، اقسم بالله هسيبها واروح اسيب عيالي دول واروح اخدمها، عشان انا هاخد الدعاء من امي اكتر من عيالي. يعني انا عيالي لو خدمتهم مش هاخد دعاء ولا هاخد كلمه كويسه، لكن انا امي لو رحت خدمتها وحميتها ونضفت لها هاخد دعاء وهشوف كل حاجه حلوه بسبب دعائي. يعني انا فكره، يعني انا اللي انا فيه دلوقتي، يعني انا خدت شقه وبدات ظروفي دلوقتي ظروفي وحشه. الاول كانت ظروفي كويسه، يعني ممكن من دعاء امي. يعني امي كانت داعيه قبل ما تموت، لان ميته وهي بتولد كانت حلوه، فيمكن دعيت لي قالت ربنا يا رب ييسر امورك يا هبه ويكرمها معاك. كنت صغنونه بقى، فانت كمان اكسبي دعوه امك. لو كانت عايشه تبقيش يا اختي خايفه على صحتك كده، قومي نضفي لامك روحي لها. لو انت امك بعيده عليكي البسي وروحي هاتي لها هديه، مش لازم الهديه الكبيره، هاتي لها هديه صغنونه كده وخديها وروحي اديها لها وبوسيها، بوسي ايديها وبوسي رجليها وحميها. ولو كنت بنت ولو كنت ولد بقى برضه روح زور امك، ما تقعدش بقى جنب مراتك بقى وتقول مراتك تقول لك النهارده عيد الام لازم نحتفل بيه عند ماما. لا احتفلي بيه برضه عند ماما وبرضه عند مامته برضه عند حماتك، تبقى انتوا عيله متواصله كده اهوت، بلاش تفصلوا عن بعض. وكده خلاص يا جدعان. ويعني قولوا لاختي بقى منوره، قولوا تطلع معايا كمان كتير قوي في القناه، وتشجعوها كده بلايكات كتير يا اختي. وكل سنه وانتم طيبين. على عيد الام يجي عليكم كده انتم كويسين، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان الاثنين مع بعض. اختي بقى دخلت المطبخ تغسل لي شويه مواعين، قلت لها شويه اعملي شويه بطاطس بالشعريه، فهي دخلت بقى وانا قلت امسح الصاله كده بسرعه. الجهاز ده رخم يا جدعان بيخنقني، كل ما اجي اعصر فيه يروح واقف بايظ كده اهوت. هنمسح الصاله بسرعه. وطلعنا كمان السجاجيد في البلكونه تتهوى وتشمس حبه كده اهوت. كنت ناويه اغسلهم بس الصراحه مش قادره، يعني ان انا اجيب فرشه بقى واقعد اغسل وكده مش قادره خالص. تحت الكنب زفت. عاوزين كمان نغسل الانتريه ده في مره، خلوها على العيد ده يا جدعان، ولا خلوها على دخلة العيد، لاني مش هقدر اغسل الانتريه دلوقتي. انتوا يعني الواحد مش لاقي صحته، يعني نريح شويه كده اهوت، يعني لحد ما يعني قرب العيد بقى نعمل التنظيفه المتينه. بصوا بقى جبت الفوطه ديت بليتها ميه وشويه دوني، وقعدت المع الانتريه بتاعي لان كان في بقع جبنه من هبه وزياد، والايد برده مش نضيفه قعدت اعمل فيها بس عاوزه تغسلها. وفي الاخر بقى جوزي جاب السجاده وفرش لي السجاده وعليها الحافظه، وجاب الترابيزه وحتى الفازه بتاعت الشوكولاته بقى وكده. في العيد هنملاها شوكولاته يا اختي، دلوقتي مفيش شوكولاته.
اتمنى الفيديوهات تعجبكم يا جدعان، وحطوا لنا لايكات كتير 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 كتير. وعايزين باذن الله في رمضان لما يجي نغرقكم بقى فيديوهات، كل يوم فيديو بقى، مره معرفش ايه ومره معرفش ايه، ونبدا نعمل فيديو اسمها ايه، لايفات على اليوتيوب بقالي كتير ما عملتش، وفيديوهات انا خلاص كده هنكت، وبسات على الفيسبوك، ونبدا نشتغل بقى زي الاول واقوى باذن الله، ونرجع كده بحماس وكده اهوت. وبحبكم كتير قوي قوي اختي انت وهي. وبس كده الفيديو بتاعي خلص، وكان معاكم مزيد وهبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي. هتنسى اللايك.